الخطأ هذا إذا كنت تسويه عند قضاء الحاجة سوف تعذب في قبرك. كلنا نعرف قد إيش هذا الدين مهتم بموضوع النظافة، طبعا بدون مبالغة، بحيث إنه ما أمرك تسوي ماسك كل صبحية، وأيضا بدون نقصان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بمعنى أن النظافة والوضوء نصف الإيمان. بشكل عام حاول تتوضأ في كل مرة تقضي حاجتك فيها. ليش؟ لأن أنا وياك نتمنى أننا إذا متنا نموت على طهارة وعلى وضوء. من الأحاديث العظيمة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تخيل أن العبادة البسيطة هذه تغفر الذنوب إلى هذه الدرجة، واللي هي من الأساس وضوء وطهارة ونظافة لي وله. هذا غير الدعاء اللي بعد الوضوء واللي يفتح لك أبواب الجنة 8، يعني أجور جدا عظيمة مرتبطة بموضوع الوضوء. عشان كذا المفروض نحترم موضوع الوضوء ونعطيه حقه. والخطأ هو ان البعض لما يجي يقضي حاجته الا وهي البول يسويها وهو واقف او يسويها وهو جالس، لكن ما يتنزه من البول ويتنظف بالشكل الصحيح. لان في احدى المواقف مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة، فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. وأما موضوع النميمة هو المقطع السابق، ارجع وشوفه عشان تعرف الموضوع بشكل كامل. جزاكم الله خير على دعمكم الطيب وحفظ الرحمن.